نسيبه لما نظبط التليفون كده. اتظبط. وسع يا بابا للعصابه. خش يا عصام. ازيكم الاول عاملين ايه؟ شيل دي كده على جنب، شيل دي. وحشيني بجد، وحشيني. ليه انت سيبيها شكلها حلو؟ طويله جايه. هاتها كده. امي ام عبدو. ام عبدو. تكبرين مني البوكيه ده؟ نو نو. ها؟ انت كمان؟ نو. شيلوا من هنا. يعني هنسلم ولا مش هسلم؟ سلمي. ام عبدو. احلى عصابه. هندوز يا عصابه. هندوز. نتجمع يا رب. حد هو عيدك قدام. هندوز. نتجمع يا رب كده في الخير دايما انا وانتوا. قادر يا كريم. بس متجمعين ليه؟ بصوا يا اصحابي، السلام عليكم يا اخواتي. انا بايه؟ برمي السلام، برمي التحيه. انا باسم العصابه. عبدو، علي، فاطمه، اخواننا باتشي. ايوه. صلوا على النبي. صلوا على النبي. يكسب معاه فلاحه شبيت امنيه. ايوه انا عايزه اعرف اللي متجمعين ليه. اكيد مش عشان الامن. اكيد مش عشان الامن. اكيد متجمعين لحاجه ثانيه. ايه الفكره بقى؟ يلا انت اللي هتشرح. عطينا. كانت اللي في بالي. انت كنت مجمعنا عشان حاجه. مجمعنا فعلا لحاجه. اسبوع كان في حاجه في دماغي. تريق معايا فلاحه شبيت امنيه. ستة اللي عندك الالمونيا، ما تشيليش هم الدنيا. اغيب وارجع الم الكراكيب. ليه تسمعنا؟ الزبال. بما ان مجمعنا ليه النهارده؟ بتكلم اهو، بما ان التيك توك والذكاء الاصطناعي شات جي بي تي والحاجات دي كلها التطور والتكنولوجيا اللي احنا فيه، هي ما فسدتش اخلاق الاطفال او اخلاق الابناء، فسد اخلاق الامهات. فسدت عقليات الامهات. والله بجد. جيل التسعينات كله متدمر وربنا. مامي قاعده بتكلم شات جي بي تي انا مش 24 تسعينات. ساعه. استنى انا مش تسعينات. ثمانينات ما ثمانينات. فرقتش كتير. بتاخد منه النصايح. قاعده تيجي تطبقها علينا. قاعده بتكلم شات جي بي لا تي. انا بقول له شفت. اصبري بس يا ام شفت هو ما انت. اسموش بي تي. بقى لسه هقول اهو. ده اسم ما يتسموش لحد اصلا. مطلعه على شات جي بي تي سحس. انا لو ذكاء اصطناعي انا همتحن. ما هو اعترض، عمل زيك كده، اعترض وقال لي لا سحس ده مش حلو. وقت الانذار بس خليه الاساس. سليم. سليم ايه ده يا اخويا؟ لا قاعده هو سحس. بتتكلم مع شات جي بي تي كانه بني ادم عاقل زينا زيه. لا لا ايه ده بالنسبه لك اله. انت ناس تفهم المعلومات. لا هو بس دايما بروح اشكيله العيال لما بحب اسمع كلمه تحفزني واني عايزه اقول للعيال انتوا غلطانين. هم بقول لهم مش اسمعوني. بقول لهم حتى شاهد شات جي بي تي. شاهد. والله يا مشاهد. شاهد. هي بس مجرد كده يعني. المهم ايه بقى الفكره؟ بما ان امي بتقعد تساله كتير، فانا دخلت في الاكونت بتاعها اللي هو بتاع شات جي بي تي بتاعها اللي هو بالجيميل، لقيتها سالاه تقول له ايه بقى؟ عايزه فكره مجنونه لليوتيوب. قال لها ايه بقى؟ صلى ولا على فكره جابها عدل عليه الصلاه والسلام. قال لها يعمل لي تحدي لاسئله واللي يتعاقب يشرب خل. مش حلو. الاسئله بتاعته كلها رخمه، الاسئله كلها تلحم. فانا جات لي فكره بقى ايه هي؟ نمثل اللي هو بيقول لنا. احنا هنتكلم معاه دلوقتي ونشوف هيطلع لها اسئله عامله ازاي ونحاول نمثلها. وصلت لكم؟ ازاي؟ يعني مثلا هو هيقول عبد الله يسال علي سؤال وعلي بعد ما يتسال السؤال ده اقول مثلا اه ولا في رد فعل هتحصل. هو ده رد الفعل بيعمل ازاي واحنا بنمثله. هو ممثل اللي هو بيرد الفعل اللي هو بقى شرحه. ده بيقول مش حاجات فاهم. عبيطه. لا هو عشان هو بيقول حاجات عبيطه ما فيش عبط مننا نعملها. احنا عبط فعلا صح. يعني باختصار ده هيبقى فيديو عبثي. هو مفيش عبث من الفيديو حرفيا. والله هو عبث فيديو في الكون. موافقه باللي بيتقال ده؟ لا يلا فكره كويسه. مبدئيا عجبتكم الفكره؟ انا عجبتني. هو مش بيقول حاجه حلوه اصلا على فكرة. هتعرفوا دلوقتي من نفسكم افكار شات جي بي تي عامله ازاي. ولا فكره. ده انا يوم ما بغلب قوي وببقى محتاسه مش عارفه اطبخ ايه ولا ايه اديله مقارنه ما بين اكلات، مثلا 5 اكلات عندي هما موجودين، يروح جايب لي اكل 6 خالص. ذكاء، ده ذكاء اصطناعي ده. مفيش كده. اللي انت قلته ده تفكير طب بس. بقول لك ايه، اسكت خليك بس كده. حمسني على العيال يعني. ده أو يقول لي ايه انت صح وعيالك غلط. هي دي اللي بحبه فيها بصراحه. طب يعني طب وكنت تيجي فاطمه. كان بره عنك. اللي بتعمل كده زيي والله العظيم تبقى قاعده مخنوقه ومش لاقيه حد ينصفها على عيالها وتدخل تساله تقول والله هو اللي مش بتعمل. انا اظنش ان في حد بنصحك زيك. لا انك تخشي تشتكي له من العيال، هيطلعك ان انت عظيمه وعظيمه وما انتيش مفتريه حتى لو ضرب العيل 100 علقه مفيش منك 2 ما جيتيش. فانت كنت مش بتتربيه، انت كنت بتعلميه. فلو انت عايزه تسمعي الرق والطاقه دي انا خليكي جنبي. انا فهمت دلوقتي أنا إن ضد العنف بيسموه الأسري. ذكاء اصطناعي. اصطباحي. اصطباحي.
يبقى مستبح قبل ما يكمل. انا بحسه كده، بحسه هو مش لايق عليه غير دور بقى ايه، ما تهدي يا اختي دعي الولاد تيت انت الصح وانت الكويس انت الحنان. ده لو لف الدنيا كلها لف كده مش هلاقي زيك. لا ام زيك اسم الله عليكي يا ام عبده. قبل احنا بقينا عايشين مع الحوار ده كل يوم. انت في ايه مالك؟ في مصدوم سؤال قالوا لي هيموت بالضحك والسيدة كان اخر الحلقه عشان انا بفهمه وربنا يموت. اصبروا جروا شويه وتشوفوا اخر جروا ليه؟ اتفرجوا وشوفوا ما تجروش. جاهزين؟ جاهزين. السؤال الاول، علي يسال فاطمه لو كنت زعيمه العصابه اول قرار تحطيه ايه؟ لو كنت زعيمة العصابة أول قرار هتاخديه؟ بما اني هكون زعيمة العصابة لمدة يوم كامل، اللي هياكل اخر حتة فراخ هيتنفي من العصابة. ويا ترى مين الكائن ده؟ اطلع بره. السؤال الثاني، السؤال الاول ما كانش متوقع، التاني يبقى متنيل. قول. فاطمه لا بلاش ده عيب عيب عيب. والله اللي وريك يسحس. ماشي انا اسال علي، اسأل. لو كنت بطريق في فيلم هتعمل ايه؟ يا البطريق علي جاي يدور على ودي يلا كلها ودي الفيلم مش بس كلتها خلاص. طعمها مش لذيذ. ام عبده تسال فاطمه غنيتي في الحمام قبل كده؟ وكنت بتغني ايه؟ اسألي يلا. اسالني بس ايه؟ يا غنيتي في الحمام قبل كده؟ اليوم كان مش هيفيدك. هو قال لك العقاب ايه؟ لا استنى بس، قال لك العقاب ايه؟ بس قول كده اي حاجه من دماغك. قال لك خل؟ لا غلطان، دي نرميها من البلكونه. صح، فكرة كويسة جدا. جاوب بقى. ما تيجي نشوف. ما تيجي نشوف. طب ما يلا بينا. انا عمري ما كنت بغيب. ده صوت بتقول لك انا عمري ما كنت بغيب. ما كنتش بتكمل المدرسه، كانت بتحضر كل يوم. عيونك عايشه جواها يوم ورا يوم. يوم ورا يوم حبيبي مكاننا حبيبي. هو انا اللي في التحدي ولا انتوا؟ عبد الله يسال ام عبده لو كنت سوبرمان ليوم هتعملي ايه؟ سوبرمان؟ يوم كامل ولا هعمل حاجه واحده؟ لو كنت سوبرمان ليوم هتعملي ايه؟ لا يا ولاد هعمل 3 حاجات. لا انت مش هتشرحي، انت تقومي تمثلي ده. كنت 3 كومنتس كمان. مش لا بقول لكم ايه، طب ما تيجوا نشوف. شغال يا ابني شغال متأكد؟ عايز ايه بقى؟ دلوقتي انا رايحه انقذ الاكل من عندهم. يخربي يا لميت. فاطمه تسال عبد الله لو اختفيت ساعه هتروح فين؟ لو اختفيت ساعة يا بودي هتروح فين؟ هو فين عبد الله؟ مش عارفة. هو فين؟ الواد اختفى مرة واحدة كده، مش عارف انا ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه تحت هنا؟ بتعمل ايه؟ انا في خلوه روحيه مع الكشري. اللي بخيله بقى اللي انت بتعمله ده. علي ام عبده تسال علي عمرك كذبت على ماما وقلت انك رايح الجامعه وطلعت رايح مكان تاني؟ ارض زراعيه كده جنب الجامعه، ارض بنها بشويه. يا مش تهر. الجو بتاعتي مش طول. قبل ما اشتغل يا جاوب. طب ما تيجوا نشوف. مش طول. لو جاوب وقال الناس تضحك على الجواب. اه لا بتهزرش، مش قادرة. فاطمه لو خدتي 1000 جنيه هتخبي كام وتدي لماما كام؟ ياه. خبيهم كلهم. قدمهم كلهم. ايه؟ هتخبي قد ايه وتدي لماما قد ايه؟ بصراحه قول انتوا كنتوا بتخبيهم؟ قول هتخبي قد ايه وتدي لماما قد ايه؟ كده هتدومني كلهم. 150 اللي هيصلي. استنى بس تعملوا ال 150 اصلا. استنوا 50 بحالهم. كان 150 من ال 1000 جنيه الرقم طب ده. ما تاخديهم كلهم بايه كمان؟ خمسين. ليه 150؟ كده عشان انا
حاجه دي 150. ايه اللي هنا ده 150 ده؟ علبة خرز. خرز؟ اهو لو كله مش مالي عينك ده. اشمعنى 150؟ ده ايه الغباء ده يا ده رب؟ رقم بني ادم، انا معايا 1000 جنيه وربنا ما يقول معايا اصلا. اجيب علبة، اجيب روح هاتي علبة كده. 5 علب خرز بدل ما تدي امك وانا فلوس. اللي توقعتك هتديهاني كلها يا هوسام. ما كانش من 150 يعني ليه ده؟ دي أمي درامية أوي. تقول دراميه قوي صحيح. ده 150 جنيه بدل ما تطلعيهم من البوكت تديهم لي دلوقتي. مش عارفة أنا بدل ما والان مع اخر سؤال. اخر سؤال واللي هيساله معانا علي هيساله ليه ام عبدو. ابدو بس. ايه رسل بنفسك؟ ليه رسول هو يشتمني؟ لو كنت حيوان يا حيوان هتكوني ايه؟ يا حيوان. هتكوني ايه؟ مش انا سيحس. كمل السؤال. وليه مش حمار؟ مش طب ايه رأيك بقى؟ هكون طاووس. ليه؟ او طور عشان ينطحك. تحب تختار انه من الاثنين؟ انا بفضل الطور. اولادي بيشتموني، خليكوا شاهدين عليهم عشان لما اطلع اللي قضى واللي مضى محدش يقول لي عشانك انت يا ام عبد طب اللي اللي مضى عملتي فيهم كده. اللي مضى عارفين ايه اللي قضى ده؟ اللي قضى اللي هو دلوقتي واللي اللي مضى اللي قبل عدى. كده؟ ليه؟ اه طب يلا بعد أقول لك اذنك. حاجة، ابنك علي قال عنك مم. وعنك 3. 4 5 6 سبعة يا ثمانية بنتي تسعة امتى؟ 10. بعد اذنك ثانية واحدة. انا اتعمدت من العنف الاسري دلوقتي وانا ضد العنف الاسري. فين ده؟ انا عبد لسه الله حتى ضربني ما بالقلم. اتفقتش. عبد الله ضربني بالقلم. بس ما بتهزرش. ضربك بالقلم فين؟ هنا. هنا؟ بس عليك كان معاك الناحية التانية، بس عليك التانية تزعل. اديني حقي. دلوقتي بعد ما قفلنا الفيديو علي اعترف وقال في حوار مشتور ده هو ما كانش رايح الجامعه وقعد يلف كده ويعمل، فعقاب البين ان هو ضحك علينا وجاوب غلط. خلي تفاح. ودي بموافقتي انا وعنف اسري نو. ده اكتر حاجة. انا عايز العنف الاسري. عايز انا عايز الاسري. عايز التحرش الاسري. ده انا بقى عشان اضربوني بس عذبوني. ما يشم الخل. اوعى يلا ياما هنزعل من بعض ياما انت عارفه اللي فيها. اما انا بسيب لك البيت وبمشي لما بتحطيه على وشك هقوم اقعد لك. يا غبي فك يا غبي بيوجعني. ياما والله ما هينفع والله ما هينفع. انا خلاص مكتفه. ياما هرجع. وحشة جدا. نص معلقة ما فين؟ تحفظش تفك بايدك عشان ريحته اوعى. يعني ايه ريحته؟ بسم اكتب الله. هكسر لك بسم تفكك. الله. ريحته. بسم الله. اتلبست. مات. اللعبة ضعيفة يا جدعان. أنا مش هلعب. أنا مش هلعب لا. عليا مش هلعب. عليا. أنا مش هلعب. 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 أنا اتظلمت. انت ظلمتي. ما تجيبوش سحس. انا بسحس من حياتنا مش عايزين سحس. تعرض الى الخل الاسري. خلينا علي بقى مكمل الكيلو. وديني شوفي وديني ومقعود لك يوم. على فكرة مش هي اللي عملت كده. سحس مش انا. مش هي سحس. هو سحس قال لنا امك عارفه ان انا بكره حاجه اسمها خل هو بالذات قال. خل تفاح. يا ابني هو قال اللي يجاوب غلط او يغلط يشرب خل تفاح. باشا انا مغلوط. حلو. وقال ان حد يبقى مظلوم عشان تكذب كويس. وحد يخاف يقول مش هلعب تاني فهو كده شرب خل تفاح وانا كنت مظلوم قلت انا خايف. كنت مظلوم وانت اللي خايف. هي أنا اللي مظلومه. كنت مظلومة وقلت يا حسام. انت اذا كان الصراع عجبك ولا ايه؟ اه يا عم ما حدش جرب التجربه دي وما حدش يتكلم مع ايه هو لا لا التاني. استنى بس والله لو الفكرة حلوة لو عجبتكم قولوا لنا والله ننفذها بشكل تاني. نمنا بوسه تاني. بالنسبة لاني كنت هصور لكم فيديو وعيالي يبوظوا اللي هو فيديو كشري. اه بس صح انا بتأثير. سيبك اوريكم الصوره دلوقتي انا مصوره عامله زي المطاعم بالظبط غالب في طبق المونيا طبق استانلس وحط تحت طبق استانلس تاني وحاطط الصلصه في طبق وعليها الدقه والشطه ومعاه
روقان صورة سيبها حاجه لكم. كده كانت خياليه من الاخر، فعيني بوظوه، فخلاص بقى كافئتكم انا بده بسحس. بسحس، وتقولوا لي مين اللي بيستخدمه ومين اللي بيسالوا. فعلا بيسالوا لما بيسالوا كده ومين بيسأل بيجاوبوا. الأسئلة دي أصلا؟ الجواب اللي هو منتظره، ولا بيفاجئوا بالرد زي ما بيفاجئني برد اصلا مش منطقي. بره الصندوق. احنا ما كده أثبتنا يستخدموش، لكم بيجرب يستخدموه، يقول لي هيرد عليه يقول له ايه. وتكتبوا لي في التعليقات، تكتبوا لي في التعليقات كتير. اثبتنا لكم ان العقل البشري قدر يجنن الذكاء الاصطناعي. يا ابني ده هو اللي جنني. اختاروا له اسم ما يعجبوش، سحس. وادخلوا اسالوه تحب يكون اسمك ايه. انا سالته ولا مش تحب هو اسمه إيه؟ تحب يكون اسمك ايه؟ انا عندي قال زياد، عن ضمن قال سليم. السليم جايه من السلام أنا عندي قال زياد جاي من زياد. بيستني بيه والله. انت ما بتعبروش اصلا. مش بقول له باسم. خد يلا. بالظبط. تعالوا عجبكم الفيديو، ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، ولينك الانستجرام والتيك توك تحت في الديسكربشن. نحن نقول لكم سلام.